أكيد سامعين المثل اللي يقوله وعدك بالوعد وزليك يا كمون. بس مو أكيد الكل تعرف قصة هذا المثل. تعالوا نسمع قصة هذا المثل ونطلع العبرة والموعظة منه. كمون هو حكيم، يعني طبيب يشتغل بقرية، لكن في هذه القرية أكو طبيب آخر أجدر منه. كمون صحيح طبيب وشوف الناس طبيب، لكن مليان سوء، حسد وغيرة وحقد على الآخرين ومنافق، لكن العالم شوفه طبيب. استشاط من وجود الحكيم الآخر بالقرية، فراح عليه قال له احنا واحد من عندنا يبقى الأجدر، يبقى بالقرية، ما يصير حكيمين في قرية واحدة. فالحكيم الآخر قال له برأيك شنو الحل؟ قال له يبقى الأجدر. قال له شلون الأجدر؟ قال له أصنع سم وأنت تصنع سم إلي وأنا أصنع سم إلك، واللي ينقذ نفسه من السم هو الأجدر وهو يبقى بالقرية. وافق الحكيم الآخر وحدد موعد وأمام الناس، وراح كمون يعد السم للحكيم الآخر. الحكيم الآخر طلب من زوجته أن تغلي له الحليب وتغلي له مي. ولما صار يوم الموعد واجتمعوا أمام الناس ونطى كمون السم للحكيم الآخر، شرب الحكيم الآخر وبعدها شرب الحليب المغلي واستحم بالمي الحار ونجى، نقذ نفسه. وإجا الدور على كمون، لكن الحكيم الآخر طلب من كمون أن يمهله 40 يوم، ووافق. وراح للسوق أمام مرأى العالم واشترى طاحونة، وبدأ تشتغل الطاحونة بداخل الدار ويسمع صوتها كل الموجودين بالقرية ومن ضمنهم كمون. وصار كمون يوميا يمر من جانب البيت الحكيم ويسمع صوت الطاحونة، وبدأ يخاف وبدأ يفكر شنو نوعية السم اللي هذا يصنعه له. إلى أن صار يوم الموعد واجتمعت الناس، وإجا كمون هزيل الجسد، شاحب اللون، جاحظ العينين من الخوف والتفكير والوهم. ونطع الحكيم الآخر السم، القدح انطاه، شرب منه أول رشفة، وقع كمون ومات. فالناس هنا صدمت واستغربت على نوعية السم، فسألوا الحكيم قالوا شنو هاي نوعية السم اللي أعديتها الكمون؟ قالوا أنا ما أعديت أي سم، وهذا مجرد ماء فقط، وهذا المتبقي قدح كمون راح أشربه أمامكم، لكن اللي قتله الوهم والخوف والسوء اللي داخله والحقد والإنانية. هواي عندنا هيجي نماذج إن شاء الله نهايتهم أمثال كمون. حتى الله سبحانه وتعالى قال عنهم إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولون تسمع لهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم قاتلهم الله فأنا يأفكون. إن شاء الله اللي يحملون السوء والحقد والنفاق والحقد على البشرية نهايتهم مثل كمون.